رحت كلمت والدي ووالدتي كأن القيامة قامت، الدنيا قامت ما عادتش. امي طبعا قالت لي ما تكملش كلام، اقفل عن الموضوع ده خالص، انت تعرف لو عملت حاجة زي دي انت ولا ابني ولا نعرفك. ازيكم؟ انا متجوز بقالي 15 سنة. انتوا متخيلين لما اكون متجوز 15 سنة واحدة قريبتي وان انا اهلي يصروا ان انا اخدها رغم ان انا كنت لسه ببتدي حياتي، ودي كانت اول اختيار ليا، وللاسف ما خلونيش ان انا اختار، غصبوني عليها واتجوزتها. مراتي عادية جدا، بحس ان هي روتينية، الحياة بتاعتنا ما فيهاش اي اختلاف. هي مراتي بتحبني جدا، ولكن لما بتيجي تقولي على اي كلمة حب او تقولي على اي كلمة فيها مشاعر انا ما بحسهاش، ما بحسش بلهفة، ما بحسش ان انا فعلا مشتاق لها، رغم ان احنا عندنا ولد وبنت. من 7 شهور بالظبط اتعرفت على بنت كانت بتتدرب تحت ايدي بحكم شغلي. البنت دي مطلقة وما عندهاش ولاد. فضلنا فترة نتكلم مع بعض لحد ما عرضت عليها الجواز. قلت لها نتجوز سر او عرفي؟ قالت لي لا ما ينفعش طبعا. بص انا ما عنديش مشكلة ومش فارقة معايا ان انت ما تقولش لمراتك، ولكن اللي يفرق معايا ان لازم اهلك يعرفوا ان احنا هنتجوز. قلت لها انا ما عنديش مشكلة. رحت كلمت والدي ووالدتي كأن القيامة قامت، الدنيا قامت ما عادتش. امي طبعا قالت لي ما تكملش كلام، اقفل عن الموضوع ده خالص، انت تعرف لو عملت حاجة زي دي انت ولا ابني ولا نعرفك. ازاي تقبل على نفسك حاجة زي دي؟ يعني انت تسيب مراتك الكويسة وتروح تدور على واحد تانية؟ يقول لها يا امي ده هي كويسة. قالت له ما تتكلمش في الموضوع ده، انت لو اتكلمت معايا تاني في الموضوع ده انا هقول لمراتك وهخلي المشكلة تكبر. فضلت اقنع امي كل ما اروح لها وهي رفض تماما ان انا اتكلم في الموضوع ده. صراحة انسحبت من امي، اللي هو انا ما بقتش اروح. بس في نفس الوقت انا لما ببقى مع حبيبتي دي انا بحس ان حياتي رجعت لي، بحس ان فعلا انا محتاج ان انا اكون واحد تاني، لان حياتي اللي انا عايشها دي بقول لكم كأنها روتين، مفيش اي حاجة خالص. بس انا مش عارف اخد القرار ازاي، ولا اللي هو اتجوزها من غير اهلي ما يعرفوا، ولا المفروض ان انا اعمل ايه. انا مش لاقي فعلا الحب اللي انا كنت محتاجه، حاسس ان انا واحد تاني، حاسس ان انا عايش معاه. فانا بعت لحضرتك ده على لينك الصراحه عشان حضرتك تفيدني وتقول لي الصراحه، وانا ما بزعلش من كلام حضرتك لان حضرتك دايما بتتكلم في الصح، ويا ريت الناس اللي عندك برضو تقول لي. خليني في البدايه افكر حضرتك، لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تتابعني، وما تنساش طبعا تقول رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير. خلينا في البدايه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انت قلت ان انت بتشوف ان كلامي كويس وانا بتكلم في الصح، فللاسف اتحمل اللي انا هقوله لك. لما تكون ان انت لسه بتبتدي حياتك وتبقى معاك زوجتك بقالها 15 سنة وامك تحبها الحب ده كله وتقول لك ان ما تكملش كلام، اكد تماما ان انت اللي بتحكي فيه ده غلط كبير جدا. لما تكون حياتك مستقرة وانت عندك طفلين ما شاء الله ربنا يحفظهم لك ومفيش اي مشكلة معاك، المشكلة عندك انت اللي ما قدرتش تحبها في 15 سنة، ما قدرتش تعاملها وتراعي ربنا فيها. انت عايز ايه استقرار اكتر من اللي انت فيه؟ ان واحدة جت شفتها في وجهة نظرك ان فيها اختلاف عن الحياة الروتينية؟ لا، تسمح لي اقول لك ان انت عشان كانت حياتك تنكد على نفسك وتقرف نفسك. عايز اقول لك اللي انت بتعمله ده انت كده بتهد المعبد على اللي فيه. انت فاكر ان انت كده هتبسط نفسك وهتسعد نفسك؟ بالعكس، انت عايز ايه اكتر من ان واحدة بتتقي ربنا فيك ومحافظة عليك وان امك تقف وتتصدر لك؟ بالبلدي زي ما بيقولوا معناها ان مراتك بتبر والديك وبتبرك وبتتقي ربنا فيك. انت عايز ايه اكتر من كده؟ فانت قلت بقى ان الحياة مستقرة معايا ومفيش اي تغيير فيها وانا حاسس وانا شايف وانا عامل، وقلت لا تنكد بقى على نفسك وعلى اللي معاك. يعني اذا كان الناس اللي حواليك بتقولك اللي انت بتعمله ده غلط، انت ما حاولتش مرة واتنين وتلاتة؟ ما قلتليش في الرسالة ان انت حاولت معاها مرة واتنين وتلاتة عشان خاطر تقدر تحبها او تحس الكلام اللي هي بتقوله لك؟ انت عايز ايه؟ طب خلينا بقى نحسبها من الطرف التاني. تخيل ان انت هتموت على الانسانة اللي انت بتتكلم عليها دي، وبعد اول شهر اللي هو المفروض ان يكون شهر عسل بالنسبة لك لان انت بتحبها وبتعشقها، لقيتها ان حياتها بقت روتينية زي ما انت عايش في حياتك الروتين.
وطلعت انت بتحبها وبتعشقها وهي ما بتحبكش، لقيت ان الحياة عادية زيك زي اللي غيرك. وهو ده حياة اي بيت، ان حياتنا كلها في البيت روتين. ايه اللي بيجعل السعادة والبهجة في البيت؟ الاطفال. ومعاملتك مع مراتك تعاملها كويس، هي هتعاملك كويس. هتحس كلمة منها اتقالت لك بما يرضي الله وانت حسيتها ان هي فعلا رايحة لك بصدق، اكيد انت هتعاملها بنفس الشعور. مش عايز ازايد عليك، ولكن الناس اكيد هتقول رأيها في الكومنتات. كل اللي انا عايز اقوله لك اتقي الله في زوجتك وراعي ربنا فيها. ده اللي عندي.